متحيرين كيف يقتلونا. تجربتنا مع المساعدات الجوية سيئة جدا. مصيبة، هذه بتقتلنا مش بتساعدنا ولا تؤثر بأي حال من الأحوال في توفير الطعام. معظمها يسقط في البحر وكمياتها شحيحة ولا تسمن ولا تغني من جوع. أصلا لم تصمم لمثل ظروفنا، يمكن صممت لإسقاطها على الحيوانات المهددة بالانقراض والموت بسبب الحرائق في الغابات والفواجع الطبيعية. لكن إعادة تدويرها لتكون مناسبة لقطاع غزة هذه خدمة دعائية للاحتلال وللدول العربية إنه هينا إحنا كسرنا الحصار، بدنا مساعدات تيجي بطريقة كريمة مش تنزل على راسنا وتقتلنا. اساسا المساعدات الجويه طريقه ابتكروها عشان يقتلونا فيها اكتر. واحد وقع على راسه الطرد قتله، واحد وقعت عليه حبال المظليات لفت على رقبته خنقته ومات. وغير الناس اللي بتموت بالتدافع القوي وقطاعين الطرق واللي ماسك سكاكين اكتر هو اللي بيقدر ياخد، والباقي له الله. الموضوع جدا خطير. اصلا الانزالات الجويه مش مناسبه مع بيئه غزه. نحكي بمنطق، غزه خيامها فوق بعض والناس محاصرين باقل من 30% من المساحه، فيعني كل طرد بينزل مقابله في اصابات الشهداء. باختصار الهدف من الانزالات الجويه والمساعدات الامريكيه الاسرائيليه تشويه صوره الغزه عند الشعوب واهانته وتصويره على انه شحاد، ويندمونا انه يوم فكرنا نرفع راسنا وننادي بالكرامه والحريه. غزه محتاجه برنامج زي برنامج الانروا عشان هو فهمنا واحنا فاهمينه. افتحوا المعابر لا لفتح الطائرات.